السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير. هاد لا فيديو غنشارك معكم فيه طريقه ديال هاد الطاجين بالخضره اللي كيجي غزال وحتى المذاق. راه ما نعاودش لكم البنات، خصكم غير تبعوا الطريقه. وقبل ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد. ومهم بالنسبه لهاد الطاجين غادي نحتاجوا 4 ديال الريوس ديال الثومه، 4 البطاطا، وواحد القرعه خضراء، 3 خيزوات، واحد الفلفل حاره، هذه على حسب الذوق، الا بغيتو تستغناو عليها حيدوها، والبروكولي، 2 بصلات، ونص دجاجه عندي انا هنايا، نتوما على حسب الافراد عندكم. وهنا عندي القزبر مع الكرافس اللي مخلطين، وكنحتاجوا الخرقوم والملحه والبزار والسكنجبير اللي كندير معلقه صغيره من كل شيء الا البزار والملحه على حسب الذوق. وهنايا كناخذ البصله اللي مشلضه كنديرها في الطاجين، كنزيد عليها شويه الملحه وكنخلطها مع ديك الملح مزيان، ومن بعد كنضيف عليها الدجاج. طبيعه الحال هاد الدجاج اللي غسلته من قبل وحيدت ليه الجلده. وهنايا كنضيف عليه الزيت. انا استعملت الزيت العاديه، نتوما يمكن لكم تستعملوا الزيت البلديه الا بغيتو. ومن بعد غادي من بعد غادي نغطيه ونخليه يطيب حتى تذوب ديك البصله شويه. المهم هنايا خديت ديك الخضره اللي قطعتها، نقيتها وقطعتها، كل حاجه قطعتها كيف بغيت. ومن بعد كنزيد عليها شويه الملحه باش ما تجينيش الخضره باسله في الطاجين، كتجيني حتى هي فيها داك المذاق ديال الملحه، ما حيت ملي كنديرو غير من الفوق راه الخضره ما كتوصلهاش ديك الملحه. وهنايا القرعه حتى هي غندير لها درت لها شويه الملحه وكنحركها. ومن بعد البروكولي نفس الشيء حتى هويا كيف شفتوا، ندير ليه الملح وسنحركو باش ديك الملح كتدخل في الخضره كامله، ماشي الفوقانيه تكون فيها الملح والتحتانيه لا. خيزو حتى هويا نفس الشيء. وهنا كيف شفتوا من بعد ما الطاجين تبخ ليا، غادي نضيف عليه داك القزبر مع الكرافس، وكنضيف ديك الثومه اللي عصرتها من قبل. كنحرك كل شيء البنات. ومن بعد غادي نضيف عليه العطريه، غنضيف سكنجبير هو الاول، ديك العطريه اللي كنا وجدت مع اللي وريتكم في الاول هي نفسها. وغنضيف الخرقوم البلدي هنايا، وكذلك البزار هنايا درت غير نص معلقه، وانتم على حسب الذوق، انا حيت عندي الدراري الصغار داكشي علاش. وهنا غادي نضيف الملحه شويه، وغادي نحرك غير حركتهم شويه وصافي. ومن بعد غادي نقلبهم باش المهم كلشي هادشي يكون فيه العطريه. مي قبل غادي نزيد كاس ديال الماء اللي كيكون سخون البنات، هكا باش كنتفاداو البنات الطاجين باش ما يطرطقش لينا، حيت لا ضفنا الماء بارد وهو حنا اصلا ديجا شاعلينيه كيكون سخون غادي يطرطق. من الاحسن نضيفوا الماء سخون. وحتى بالنسبه للمذاق، حيت البنه كتمشي ملي كنبقاو نزيدو داك الماء بارد، الماء بارد كيبسل لينا الماكله. كيف كتشوفوا مهم تنخلط كلشي، تنحركهم مزيان. خليت حتى زعما ديك الجهه شويه تبخت شويه يعني دخلت فيها ديك العطريه وقلبته. دابا غناخذ ديك البطاطا، غنبدا نقاد في الخضره. غنبدا بالبطاطا، انا بغيت زعما نقادها على هاد الطريقه، دايره هكا مايله للجنب. نتوما تقادوا الخضره كيف ما بغيتو، يعني الطريقه ديال حطه الخضره كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. المهم انا غير بغيت نشارك معكم هاد الطريقه، وانتوما يعني تقدروا تحطوها عاديه كيف كنديروا ديما في الطاجين العادي، انا بغيت نبدل شويه. ومن بعد غادي نحط البروكولي، غادي نديرو الوسط هكا كيف كيبان لكم. المهم من بعد منين كملت كاع البروكولي ديالي، غادي ندوز الخيزو، وتا هو بغيت نحطو بهاد الطريقه بحال ما هكا داير في الجنب.
كيف شفتوا. ومن بعد غاديه نحط القرعه، توا غادي حتى هي نفس الشيء، غادي نحاول نقادها بنفس الطريقه دايره. وكيف شفتوا كيجي الطاجين ديالي على هذا الشكل. ومن بعد كندير ديك الفلفله الحاره اللي قلت لكم تقدروا ما ديروهاش، هادشي كيبقى زعما اختياري. ومن بعد هذه هي السر ديال داك الطاجين البنات. كناخذوا من داك المرق ديالو نيت، وكناخذوا بشي معلقه وكنبقاو نكبوا فوق من الخضره قد ما سقينا ديك الخضره كامله، قد ما الطاجين غيجي بنين. المهم كنغطيه ونخليه يطيب. وهنا كيف كتشوفوا البنات الطاجين ها هو واجد طاب، كيجي غزال. المهم باش غادي نزينوه غناخذوا شويه ديال القزبر والكرافس ونديروه من الفوق بحال ما هكا، غير باش كيجي عاطي منظر. ما بغيتوش ديروه تقدروا تخليوه غير عادي كيف ما هو، حتى هو كيجي زوين فيه اللوينات فيه كلشي، زعما عاطي المنظر غير هو بوحديته. المهم هذه هي الطريقه ديالي البنات. شكرا لكم وبسلامه.